السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص رسميا انتهاء السوبر المصري يحتل النادي الأهلي المركز الأول، النادي الزمالك المركز الثاني، سيراميكا كليوباترا المركز الثالث. خلاص خلص السوبر المصري بحلوه بمره، بمشاكله التحكيمية، بلغطه، بمشاكل اللعيبة، بمشاكل الإدارات. خلاص المهم ان نادي الأهلي بطلا للسوبر المصري على حساب غنيمه التقليدي النادي الزمالك. واهم حاجه في الموضوع ذكر نادي الاسماعيلي في قلب القمه، الا وهو ما يسمى بالقطب الثالث للكره المصريه. سيبك من الكلام ده كله. كل ده كان لغط كروي، كل ده كان مشاكل كرويه حلها جوارديولا في الدوري الانجليزي بيعمل عظمه. جوارديولا عامل حاله استثنائيه مع مانشستر سيتي. جوارديولا عامل حاله النهارده غير طبيعيه، خطه لعب مختلفه تماما عن الماتشات السابقه، الا وهي 4-1 4-1. ودي خطه من النوادر اللعب بيها في كره القدم اصلا، يعني دي خطه من اختراع جوارديولا، خطه لعب من تنفيذ واخراج المخرج العظيم جوارديولا في الدوري الانجليزي. جوارديولا النهارده احرج ارني سلوت ملام كثيرا في ليفربول. ارني سلوت مطالب بالرحيل عن ليفربول اليوم بسبب جوارديولا قفل اللعب النهارده حاجه يعني انا ما شفتهاش بقالي سنين. النهارده مانشستر سيتي بيلعب بتقفيل لعب غير طبيعي، مع ان ليفربول اعتماده الكلي عن صلاح. ايه يا عم ارن سلوت، هو مفيش غير صلاح؟ هو يعني صلاح هيعمل ايه ولا ايه؟ اي نعم انت خطة لعبك كلها مباشرة على صلاح، ما هو مفيش حد بينزل بخطة 4-2-3-1 قصاد جوارديولا الا واذا نازل ينتحر. مفيش خطة لعب تعتمد على الدفاع المتقدم قدام مانشستر سيتي. جوارديولا بيضرب من الجناب. جوارديولا عنده استحواذ كامل في المباريات الكبرى بالذات. يعني انت نازل له لازم ما تفتحش الملعب دفاعيا، يعني ما تلعبش بالدفاع المتقدم ده قدام جوارديولا خالص. ارن سلوت ما اجتش النهارده قدام جوارديولا، لكن جوارديولا اثبت للعالم انه المدرب الافضل في التاريخ، المدرب الافضل في التاريخ الدوري الانجليزي. اتمنى عودة الريدز، اتمنى معالجة اخطاء ارن سلوت سريعا. ان ليفربول موقفه في جدول الترتيب مش حلو، ليفربول الثامن، جوارديولا السيتي الثاني، ارسنال العنيد، ارسنال المنتفض المركز الاول.